عدو الجزائر فوزي لقجع. مصر أم العرب وأم أفريقيا بالتاريخ، ما فيش حد تاريخ زينا. السلام عليكم يا أحلى جمهور. القناة ديالنا اليوم ولات منبر للملايين، واليوم جيت نهضر معكم بالنية وبالدليل. مؤخرا ناضت حملة شرسة وممنهجة ضد المغرب وضد فوزي لقجع. قالوا كاين الكولسة، قالوا كاين رشوة الحكام، وحتى مباراة الجزائر ومباراة مصر دخلونا فيها. واش بصح المغرب هو البعبع اللي كيتحكم في افريقيا؟ اجي تشوفوا الحقيقة اللي ما بغاكمش تعرفوها وبالدلائل والوثائق. شوف واش صار البارح. لقجع شرى الحكم يا ناس. هذه راهي مهزله راكم تشوفوا بعيونكم. لا ما تخليش هذه مؤامره ضد الجزائر. لا هي من عند مروك تلقى قرارات فضيحه. شوف البطاقات. بزاف كيهضروا على الكولسة، ولكن اجي نشوفوا هذه الوثيقة الرسمية من الاتحاد الرسمي لكرة القدم. هاني رضا رئيس الاتحاد المصري صيفط رسالة تهنئة رسمية لفوزي لقجع كيشيد فيها بالتنظيم المبهر والنجاح المنقطع النظير لبطولات الكان في المغرب. المصريين براسهم كيعترفوا بلي المغرب قدم مستوى لوجستي وتطوير في البنية التحتية كيعتبر فخر للعرب وإفريقيا كاملة. كابتن إبراهيم حسن بيقول على الفندق اللي نزل فيه إن هو بنسيون، وإن الفندق فيه ناموس. ده الفندق اللي نزل فيه من أفخم الفنادق في طنجة، 5 نجوم. وشوف الفيو اللي بيبص عليه الفندق. شوف الشارع الرئيسي ده البحر، وشوف فينا الناحية التانية هتلاقي البحر. يعني فندق من أفخم الفنادق وأجمل الفنادق في طنجة. إضافة أن كابتن إبراهيم بيقول لك الفندق فيه ناموس يا كابتن إبراهيم؟ عمرك سمعت أن فيه ناموس في فصل الشتاء؟ الناموس عم يجي في الصيف. إذن واش النجاح هو اللي سميتوه كولسة، ولا الخدمة هي اللي كتعطي الثمار ديالها؟ نجي دابا نشوفوا واحد الجدال نايض بزاف. المدرب المصري حسام حسن من بعد ما تقصى أمام السنغال بدات كتخرج تصريحات غريبة وكيقول بلي الناس كلها بتغير من مصر، حتى تشجيع الجمهور المغربي للسنغال اعتبروه مؤامرة. ايه هو السر ان جمهور المغرب شجع السنغال؟ دايما احنا في مصر عم نسال ليه يعني المغاربه شجعوا السنغال؟ لعده اسباب. اول حاجه يا جماعه دي حريه شخصيه، شجع اللي انت عايز تشجعه، انت حر، ادي اول حاجه. تاني حاجه تصريحات الكابتن حسام اللي بعد المباراه بتاعت بنين راح مزنبخنا وراح عند الجمهور وقال لهم كذا ماذا كان ماني. المفروض انت مالكش دعوه بالجمهور، انت ليك دعوه باللعيبه. ادي تاني حاجه. تالت حاجه بقى من الاسرار اللي ما حدش يعرفها، ان السنغال هي أكبر شريك اقتصادي للمغرب في أفريقيا. والغريب هو رد فعل الإعلام التونسي الذي كان قاسيا. فتحي المولودي وجه رسالة مباشرة لحسام حسن وقال لي مشكلتنا نحن العرب أننا نحب إلقاء اللوم على الآخرين ولا نلوم أنفسنا، وأكد باللي اللي كيتقصى خاصو يرجع راسو في التيران ماشي يقلب على أهدار واهية. مش عارف أقول يعني إحنا أفارقة، بس في دول عربية أفريقية. أنا مش هتكلم على الاستاد كله كان عامل إزاي، ولا كان في دماغي وقلت اللعيبة بتاعتي، ولا سامعين حاجة ولا عارفين حاجة. بالعكس، عمرك شفت في ماتش سيمي فاينل فاول عادي انذار في أول دقيقتين للعيب بتاعي؟ بزاف ديال الناس رجوا بلي نيجيريا غول لا يقهر، ولكن الحقيقة بانت في التيران بلي المغرب واجه نيجيريا وسد عليها كاع المنافذ وربحها بالقتالية ماشي بالهدايا. المغرب بين باللي النجاح كيجي من التخطيط ماشي من الهالة الإعلامية الزائدة اللي كيحاول البعض يصنعها باش يغطي على الفشل ديالو. قسما عظما درك انا نفتخر باللي كان جزائري. لماذا؟ لانه قرارات رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون كانت قرارات في محلها. نهار قرر يقطع العلاقات مع المغرب. شوفه هما عندهم على كل حال دي دوني اكثر منا. حنا راك تشوفوا واش راهو يديروا لنا في السبور. برك في السبور ما حبوناش الخير. خروج المنتخب الجزائري من دور ربع نهائي، تأهل منتخب مصر اللي يلاقي منتخب السنغال. البلد المنظم يلاقي البلد المنظم شوف ما يذكروش المغرب الا عندما يكون زلزال ولا فيضان يضرب المغرب، زلزال يضرب المغرب، لكن لم يقل شيء، ما قال شيء مثلا انه نيجيريا ستلعب مع المغرب، لا، مع البلد المنظم. ايوه نيجيريا التي هزمتنا. اذا كوت ديفوار بطل النسخة السابقة
تخرج من الكان التي عرفت فضائح تحكيمية بالجملة ولأول مرة. فضائح. الهجوم على المغرب والقجاع ما بقاش رياضي ولا هجوم ناتج على الفشل اللي كيعيش مع الحكام في بلدانهم واللي كيحاولوا يصدروه لينا. رغم افريقيا، رغم كوت ديفوار، الكاميرون، بصح كاين شعب كان يحبنا. ما لقيناش مضايقات لا من الشعب لا من الشرطه. كنا ندوروا في دوالا في بواكي. نشفى نهار اللي مرضت انا في كوت ديفوار بالملاريا، وانا الخوف على بالك اللي جا عندنا زميل مات من الملاريا، الدموع تهوت في عيني وطبيبي حضر فيا يقول لي ما تخافش راك انا هنا ما تخافش، والحق عطاوني الدواء وكذا 3 ايام مرتاح. بصح اللي هذه في دورة واحدة أخرى وين كاين الملاريا وكاين الأوبئة والأمراض، وزميل الله يرحمه مات، كانت مع ذلك أحسن مليون مرة بالنسبة ليه من المغرب. يا درا واش صرا في المغرب؟ دولة المخزن مش المرض كان عندنا عايشين رعب. لك عبالك مضايقات ما تغلط دير حاجة تخاف غادي يديروك أي تهمة. أخرتها في المقابلة تاع نيجيريا بدات بالملعب. عقب لي سيبورتير يتهجموا عليهم كي سيبورتير بداو يغنيو الله اكبر عمي تم. المغرب اليوم كينظم احسن نسخه في تاريخ الكان والمدربون الكبار واللاعبين العالميين كيشيدوا بهذا الشيء. Je peux te dire une chose, moi j'habite Marseille. Donc j'ai grandi avec des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. J'ai joué avec beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Marocains. Et j'ai progressé et j'ai grandi avec les Maghrébins. J'ai fait beaucoup de bêtises avec eux, comme des très grandes choses aussi, parce que j'étais jeune. Hein. Maintenant, le Maroc, quand j'étais joueur, j'ai pas beaucoup gagné contre le Maroc. Voilà, je me souviens d'un 4-0 en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc non, le Maroc c'est une très grande nation du football. Encore une fois, c'est un pays que j'aime beaucoup. Ça va être un grand match. Moi j'ai envie que ce soit un match spectaculaire. J'ai envie que ce soit un match spectaculaire, j'ai envie qu'il y ait des buts. J'ai envie que les gens prennent du plaisir. Et si Dieu nous donne la chance de gagner, Inch'Allah, on gagnera. La vérité, c'est que on est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations ici au Maroc pour cette CAN, pour cette Coupe d'Afrique. الضريبه ديال النجاح هي هاد الابواق المأجوره اللي كتحاول تشوش على الوصول ديال الاسود للقمه. يبدو باننا امام شكل من اشكال لا ديمقراطيه ديمقراطيه ايش يا صاحبي؟ ايش من ديمقراطيه؟ مباراة كرة قدم تيجي تلعبها وانت مؤدب وبراع، ديمقراطية ايش؟ وبعدين من اين لابوك انت ديمقراطية عندك اصلا؟ جاي تمقرط عند المغاربة يمقرطوك، الديمقراطية ازدادت عندك وانت ما عندك ديمقراطية. ايوه لا حرية ولا حرية. حرية السب واللعن، كان باقي حرية البذاءة. صاحبنا كان باغي انه اتركوا للناس يسبوكم يا مغاربة ويدخلوا في اعراضكم يا مغاربة. المغرب غادي لقدام بالمشاريع وبالملاعب ديالو وبالنتائج اللي كيحققها في التيران، والانسحاب او التباكي هو سلاح الضعفاء. شوف واش صار البارح، لقجع شرا الحكم يا ناس، هذه راهي مهزله. انتم يا جمهورنا الوفي شنو بان لكم في هذه الحمله؟ واش كتثقوا بلي الكولسه هي اللي وصلتنا لنصف نهائي المونديال ونهائي الكان، ولا الخدمه والنيه؟ خليوا لينا ارائكم في التعليقات وبارطاجيو هذا الفيديو باش توصل لكل العالم، وما تنساوش الاشتراك. بغينا نضربوا 10,000 مشترك في اقرب وقت.